اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكتر حاجه بنحتاجها على السحور. كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان. احنا معانا دلوقتي يا جماعه، انا نزلت الاول عشان اشوف الاسعار صراحه في السوق عامله ايه. لقيت الجبنه معانا، لقيت الجبنه بتبدا من 80 وانت طالعه، اما هي جبنه بالقشطه ب 130 جنيه وب 150 جنيه. قلت ليه؟ طب ما نعملها في البيت. تعالوا نشوف النهارده هنعمل الجبنه بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، واحنا واقفين هنعملها. معايا ايه؟ معايا دلوقتي كوبايه من اللبن، كله في الخلاط، كله هنشتغل بيه في الخلاط. ربع كوبايه من الزيت، ماشي. معايا خرطتين من الجبنه القريش، ومش هيبقى فيها طعم الجبنه القريش خالص. اللي هيقول لي انا مش بحب الجبنه القريش مش هيبقى فيها طعم الجبنه القريش خالص. معايا 3 معالق من لبن البودره، ادي 1 ادي 2، يعني هما ايه؟ كيس من الصغير دوت، هما 3 معالق من اللبن البودره اهو، ماشي. ومعايا ديت علبه قشطه من بتاعه الشركات، علبه قشطه من بتاعه الشركات. ما ينفعش تحطي وش اللبن، ما ينفعش تحطي قشطه فلاحي، لا ما ينفعش. فانا بقول لك حطي علبه قشطه من بتاعه ايه، من اللي هي اللي بنجيبها من السوبر ماركت. ومعايا معلقه صغيره خالص من الملح، عشان ما ترجعيش تقولي طب طلعت حادقه مني. انا بحط معلقه صغيره خالص من الملح، ماشي. خلاص كده، دي كل الايه المكونات اللي انا حطيتها. ونروح بقى على الخلاط ونشوف هنعمل ايه. انا كل حاجه قدامكم اهو، مش هغير اي حاجه، كل حاجه قدامكم على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. كده يا جماعه طبعا احنا ايه ضربناها اهو. عايزه بقى تحطي اطعمه بقى. انا معايا دلوقتي جبنه شيدر، عايزاها تبقى بطعم الجبنه الشيدر. حطيت كده. مش عندك اي حاجه تحطيها، حطي فلفل، حطي زيتون، اللي انت عايزاه حطي. انا حطيت كده الجبنه الشيدر اهي وضربتها معاها. اهو يا جماعه، تعالوا بقى دلوقتي نشوف كده قوامها عامل ازاي. طبعا ديت بتاعت ايه؟ بتاعت العنب اللي هي بتبقى في كوبايات، الجبنه القشطه اللي بتبقى في الكوبايات. شايفين قوامها عامل ازاي؟ ولسه بقى يا جماعه لما هتحط في التلاجة هتتقل عن كده. تعالوا دلوقتي نشوف، دلوقتي بنحطها في التلاجة هتبقى ايه القوام بتاعها. بس انا عايزه اقول لكم دلوقتي قوامها عامل ازاي، ولسه لما تتحط في التلاجة بتبقى عامله ازاي. شايفين القوام بتاعها؟ شايفين كده القوام بتاعها عامل ازاي، ولسه لما تتحط في التلاجة بتبقى عامله ازاي. وطعمها بقى، تعالوا نشوف الطعم كده. لا يا جماعه طعمها خطير، طعمها خطير، مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. هنحطها في التلاجة ونرجع لكم كمان ساعتين كده يا جماعه. بقى بعد ساعتين تعالوا نشوف كده قوام الجبنه بتاعنا عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف. شايفين القوام الجبنه بتاعنا؟ شايفين جبنه عامله ازاي؟ جبنه جميله 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 يا جماعه، طعمها جنان. شايفين القوام بتاعها؟ شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ جميله جميله جميله. وشوف طلعت معانا كميه قد ايه، وكمان الحبه اللي في الطبق دول طلعناهم معانا. وطعمها يا جماعه والله لذيذ، طعمها جنان جنان جنان. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجبنه بتاعتنا النهارده كده والطعم الجنان دوت؟ وشايفين، مش قادره اقول لكم والله، هي اتعملت معايا في ثواني، خدتش معايا اي وقت. ان كان عليا عايزه اكلها كلها، ومش حادقه. وبصوا الملح بتاعها قليل وجميله. واذا عجبكم الفيديو مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وجديد. يا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد، وانا لوحدي بقول لكم بالهنا والشفا على قلبي وقلبكم.